السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ الفيديو ده هيكون على السريع، ولكن انا عايزك تسمع الفيديو ده كويس جدا. الفيديو ده هينزل لك بعد امتحان الكيمياء. انت كده المفروض ان انت امتحنت كل المواد، ناقص لك بس الاحياء، ودي اخر ماده عندك في السنه. تريد الله تحبه ما تحبه، تشجعه ما تشجعه، آخر فنجان من القهوة. فانا النهارده جاي اقول لك كلمتين في السريع، وعايزك تسمع الفيديو ده لحد اخره. عايز اقول لك ان انت تسيبها على ربنا ايا كان انت عملت ايه في الامتحانات اللي فاتت، لان صدقوني الدعاء بيغير الاقدار. انت ممكن تدعي وتكون مثلا في امتحان انت متاكد ان انت حاسس فيه كويس وتلاقيك جبت فيه درجه وحشه، وممكن في ماده تكون متاكد ان انت هتجيب فيها درجه وحشه وتلاقيك جبت فيها درجه حلوه. وانا دلوقتي هقول لك حاجه شخصيه حصلت معايا انا يا جماعه. ايام الامتحانات كانت في مواد كتير جدا خايف منها، زي الجيولوجيا وزي الكيمياء. المادتين دول انا حرفيا كنت خايف منهم، هم وكمان الالماني. يعني جيولوجيا وكيمياء والماني الثلاثه كنت خايف منهم جدا. مش عشان حاجه، عشان انا اصلا كان في لخبطه كتير في الحل، وكان الناس دايما تقول لك ده في السؤال ده صح ودول اجابتين صح. فانا دايما كنت متوتر وخايف جدا، لان انا كنت براجع بعد كل امتحان. فجيت عند الثلاث امتحانات دول كنت متوتر جدا، وحرفيا كنت بدعي كل يوم. ويا جماعه انا كنت بدعي في الثلاث مواد دول، كنت بدعي في مواد كتير جدا، ولكن في ماده وحيده انا دلوقتي لما سالت نفسي انا ما دعيتش فيها ولا مره. والماده دي انا ما دعيتش فيها ليه؟ عشان انا كنت متاكد من الحل بتاعي، كنت حلل مع المايسترو بتاع الماده ومتاكد ان انا مش هنقص مثلا عن 6 درجات مثلا. ولكن النتيجه صدمتني، و درجتي طلعت فيها وحشه، وانا كنت متاكد ان انا حال فيها كويس. فدي الحاجه اللي انا خلتني اعمل لكم الفيديو ده، واقول لكم يا جدعان ان انت ممكن ادعي في كل المواد. لو في ماده انت متاكد ان انت هتقفلها ادعي فيها، لان انت اقسم بالله ما تعرف الدعاء بيغير اقدار. ممكن حاجه تبقى انت اصلا وحشه وتلاقيها بقت حلوه في النتيجه، وممكن ماده انت تكون متاكد ان انت تحل كويس وما دعيتش فيها كويس وما قلتش يا رب وفقني فيها مثلا، يا رب اكرمني في النتيجه، وعشان تحلل كويس وتلاقي النتيجه طلعت لك حاجه مختلفه خالص. انا يا جماعه المواد اللي دعيت فيها الحمد لله ربنا وفقني فيها، زي الكيمياء انا جبت فيها 53 ونص، الجيولوجيا انا جبت فيها 55 من 60. طيب الماده بقى اللي انا كنت متاكد ان انا هحل فيها او انا حليت فيها كويس وجبت فيها درجه وحشه، ايه هي؟ الفيزياء. انا الفيزياء كنت متوقع ان انا هنقص تقريبا 9 درجات. ده بالنسبه لي انا كان كويس، على واحد ما كانش دامم الدنيا قوي بالنسبه لي كان كويس. وفجاه بقى ان انا جايب في الفيزياء 33 ونص، 33 ونص. وبعد كده خدت الدرجتين بتوع السؤال اللي كان غلط، بقت 35 ونص في ماده انا قايل بالكتير لو فيها اسئله غلط انا هنقص 9 درجات. فدي الحاجه اللي عرفتني فعلا ان الدعاء بيغير القدر، وانا لازم ادعي في اي حاجه مهما كان. انا يعني انا متيقن 100%. انا رجعت مع كل المدرسين ومتيقن ان انا هقفل وهجيب درجه حلوه جدا وهجيب 99%، وما دعيتش ممكن ما اجيبهاش، ممكن يحصل لخبطه، البابل شيت بتاعك يروح في داهيه، حاجه تبوظ في المكنه تصحى تعملها غلط. طب انت عشان كده ادعي، انت كده مش هتخسر حاجه. اذا كان انت حليت كويس ومتاكد او حليت وحش ادعي. في الحالتين انت لو دعيت قدرك ممكن يتغير. يعني انا الفيزياء دي بهدلتني في المجموع، بهدلتني، وانا كنت واثق من حلي ومراجع مع عمالقه الفيزياء اللي هو ما في سؤال بيقف قدامهم، مع ذلك انا جبت درجه وحشه 35 ونص، دي وحشه جدا. والفيزياء بهدلتني في المجموع. انا قالت لي من حاجه لحاجه، خلتني بدل ما اخش حكومه اخش خاص بسبب الفيزياء. ولو انت حليت وحش في كل الامتحانات صدقني والله مش مقياس ما تراجعش، او راجع ولكن ما تعتمدش على المراجعه دي 100%. انت استنى كرم ربنا، ايا كان كرم ربنا ده في ايه بقى؟ في النتيجه، ولو مش في النتيجه في حياتك بعد كده، في التخصص اللي انت تخشه، في الجامعه اللي هتخشها، ربنا هيظبط لك كل حاجه. انا يا جدعان، طب انا في ناس دلوقتي ممكن تقول ايه؟ طب ما انت دخلت خاص بتتكلم ليه؟ من كرم ربنا. ما انا ممكن ما كانش اهلي يدخلوني خاص، ولكن ممكن انا دعيت وربنا استجاب لدعوتي ودخلني خاص. يعني حتى انت ممكن ربنا يكرمك حاجه غير النتيجه، يعني بره النتيجه في كرم ربنا في اي حاجه هيكرمك، بس انت ادعي باخلاص ونيه صافيه. يعني انا يا جماعه لما خلاص عرفت ان انا هخش خاص وجيت اختار الكليه اللي انا هختارها، انا قبلها بفتره كنت قاعد بفكر يعني الصيدله وعلاج طبيعي بياخدوا بنفس اسعار الجامعه خاصه، يعني الاثنين نفس حاجه. وانا حلمي من وانا صغير صيدله. طب انا جيت كده وقعدت اسال نفسي، قلت الشيطان دخل لي بقى، طب ليه ما تخشش علاج طبيعي؟ صيدله هيقولوا عليك مش عارف ايه وايه، طب ليه ما تخشش علاج طبيعي؟ وقعدت بقى في الحيره لحد ما اقتنعت ان انا خلاص يا جدعان انا هخش علاج طبيعي، لان انا في الحسبه اللي انا كنت حاسبها انا هعدي مجموع علاج طبيعي بكتير في الخاص. فقعدت بقى متوتر لحد ما قلت يا جدعان خلاص، يا رب يا رب اكتب لي اللي فيه الصالح، اكتب لي انا، يعني انت شايفني انا بقى افضل في كليه ايه اكتبها لي. يا جدعان يا جدعان انا كنت مقتنع ان انا خلاص ربنا يكتب لي الخير، ولكن انا لو جبت المجموع اللي في بالي اللي هو هيدخلني علاج طبيعي او صيدله هختار علاج طبيعي بدون نقاش. انا الحمد لله
شوف كرم ربنا والدعاء، عشان انا بس دعيت ان ربنا يكتب لي اللي في عشان ربنا يكتب لي اللي في الخير، اختار لي الحاجه بالظبط. يعني هو مداني هديه كده. انا جبت مجموع صيدله بالدرجه، يعني لو كنت نقصت درجتين ما كنتش الحق حاجه، ولو كنت زدت درجتين ثلاثه كنت هطمع في علاج طبيعي وهخشها. انت كرم ربنا ده والدعاء ده ملوش علاقه بالنتيجه، انت الدعاء ده وكرم ربنا ده للمستقبل بقى. ربنا لو ما كرمكش دلوقتي هيكرمك في النتيجه، ربنا لو ما كرمكش في النتيجه هيكرمك في الكليه، ربنا لو ما كرمكش في الكليه هيكرمك في الشغل اللي بعد كده. بس اعرف دايما انت لو دعيت ربنا هيكرمك.